السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا هنعمل بانيه مقرمش، يا رب يعجبكم. انا اكلت معاه مكرونة يا جماعة. يلا بينا بقى نبتدي نشوف الطريقة. بيض، مستردة، بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، كركم وكاري، حبهان مطحون على ورق لورا، ملح وفلفل، ال11 بهار او مرقة فورية، وجنزبيل مطحون، اللي هو الجنزبيل البودرة اللي من عند العطار مش الفريش، وبهارات فراخ. نزلنا بأربع بيضات اللي حوالي كيلو وربع بانيه. طبعا انت عاملة اقل هتقسمي الكمية. معلقة كبيرة مستردة يبقى معلقة صغيرة مستردة، او خليها معلقة مستردة لو حتى نص بانيه. جربي ومش هتندمي يعني. قلبنا كويس، وبعد كده بقى معلقة خل، وبعد كده بقى هننزل ببقية العطارة. طبعا انا حاطه من ال11 بهار معلقه كبيره بدل 2 باكت خميره فوريه، ومعلقه كبيره توم بودره وبصل بودره على بعض، يعني معلقه كبيره، نص معلقه صغيره بابريكا، ملح وفلفل اسود، ونص معلقه بهارات فراخ، وحبهان مطحون على ورق لورا نص معلقة صغيرة، وكركم وكاري برضو نص معلقة صغيرة، يعني نص معلقة صغيرة كركم ونص معلقة صغيرة كاري، ونص معلقة صغيرة بهارات فراخ، ورشة كزبرة كمان، رشة بسيطة يعني. قلبتهم كويس، وبعد كده طبعا كنت غاسلة البانيه كويس ومصفياه لحد ما نشف خالص زي ما انتوا شايفين، مفهوش مية خالص. وبعد كده هغلف بيه كويس بقى بالتتبيلة بقى، نغلفه كويس. وياريت كمان تكونوا يعني تتبلوه حوالي 6 ساعات عشان طعمه يعني هيعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا انا كنت عاملة حوالي اكتر من كيلو وربع او كيلو وربع عشان عاملاه على يومين يعني. يعني انا سيبته في التلاجة، تبلته من الصبح، وبعد كده يعني كلنا على العصر كده في حدود الساعة 3-4. فانتي بقي تتبليه من بدري عشان طعمه هيعجبك قوي لما يتبل اكتر في التتبيله يعني. هنا بعد بقى ما طلعته من التلاجة يعني بوريكم هشتغل بقى خلاص. جهزت بقى بقسماط موجودة على القناة، حوالي كوباية بقسماط كبيرة، وكوبايتين كريسبي من عند العطار اللي هو الكورن فليكس، وربع كوباية نشا، وكوباية دقيق. قلبناهم مع بعض. اللي هيتبقى منك طبعا بتحطيه في كيس وفي درج التلاجة، ما بيجرالوش حاجة. وبعد كده هشتغل على طول هقلي بقى. هجيب بقى البانيه وهغلفه بقى كويس بالخلطة اللي هي الكريسبي على النشا على الدقيق على البقسماط المطحون، وتكبسي كده بايدك عشان القشرة تفضل متماسكة في قطعة البانيه. هي اصلا التتبيله قطعه البانيه اتشربت كويس جدا، ف يعني هتمسك على طول فيها، ما تقلقوش. بس يعني انتي برضو كبسي بايدك لو انتي مثلا اشتغلتي على طول يعني. هكبس برضو بايدي كده جامد، وبعد كده هروح برضو شايلاه في طبق عشان اقلي على طول، مفضلش رايحه جايه يعني على الطاسه وعفر يعني قطع البانيه زي ما انتوا شايفين، ابدرها كده يعني. كده خلاص بقى انا هقلي. شغلت الزيت كويس، اول ما يسخن هقلي على طول بقى. كده انا كنت بجربه لقيته سخن خلاص، نزلت بقى بالبانيه على متوسطة عشان يستوي. اول ما بلاقي الجناب كده بتحمر الحروف بروح قلبها الناحية التانية بالراحة، ما تفضليش تقلبي فيه عشان الكفر الخارجي ده ما يقعش. احنا اصلا بنحب الطبقة المقرمشة دي زي ما انتوا شايفين كده. طلعته على مصفى طبعا او راك زي ما تحبي. الراك بيخليه مقرمش، والمصفى بيخليه مقرمش. المناديل بتخلي الحاجة تطرى زي القرنبيط كده بيطرى.
الفراخ المقرمشة، الأجنحة المقرمشة، البفتيك الكداب. فالمصفى حلوة على فكرة يعني. كده زي حالاتي كده اعملوا كده. خلاص وعملتوا كده بقى، وياريتكم تجربوه، وما تنسوش تبخلوا عليا، يعني مش عايزة بخل عليا. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك. طبعا كده خلاص بقى هناكل بقى، ناكل بانيه مقرمش ومكرونة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم البانيه المقرمش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.